شباب هسه راح انتم تشوفون الفيديو بس هذا حطيتها مقدمة بداية الفيديو لان اني شرحت بنهاية الفيديو فد معلومة بس احتمال ما راح توصل يعني للي يشوف الفيديو اللي هي شنو اللي هي اخر شيء بعدين يعني انت من تشوف الفيديو راح تفهم انا شو اقصد عليه من تفتح هذا الرابط راح يطلع لك ما تاريخ الوفاة. الرابط الثاني اللي شرحت عليه بالفيديو الرابط الثاني مو الاول. الرابط الثاني اللي خليناه وحطينا www.facebook بدال الام حطينا فهنا ما تاريخ الوفاة. هنا انت مخير لو تخلي مواليد حسابك يعني يوم شهر سنة لو تخلي التاريخ اللي انضرب حسابك به بثغرة المتوفي او انت عطلته بثغرة المتوفي او انت ما حافظه خلي تاريخ مقارب له. مثلا هو تعطل ب 2022 او مثلا تعطل قبل يومين نفترض يعني انت قبل يومين ضربت بثغرة الميت فتخلي انه السنة 2023 الشهر الثاني وقبل يومين يصادف مثلا يا يوم يصادف يوم مثلا 16 15 مثلا حسب يعني انا جاي اعطيك تقريبي تخلي هنا يعني التاريخ اللي يتحول حسابك من تعطيل نهائي الى متوفي او مثلا هو مضروب متوفي من يا سنه يا شهر او انت ما حافظ نخلي تاريخ تقريبي. هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه يعني قلت لك لو تخلي مواليد حسابك لو تخلي تاريخ الوفاه الثنين الصراحه شغالات واكو من جربهم شغالات بس الاضبط انه تخلي تاريخ الوفاه يعني يا يوم انت ضربت بثغرة المتوفى او تعطل ما صار او جاك رد سلبي جرب بالطريقه الثانيه او مرات يجيك يعني الرد السلبي مو من ناحيه هذه يجوز يجيك الرد السلبي من ناحيه انه الهويه رفضوها السيلفي اللي انت رفعته فلازم تصوره بتصوير ادق او اذا كان مزور تصوير باحتراف ادق. فهاي لازم تركزون عليها يعني اتمنى من تشوفون الفيديو هاي تركزون عليها الخطوه كلش مهمه. هلا شباب شلونكم شو اخباركم؟ اليوم انا شرح جديد وحلو ان شاء الله اللي هو شلون ترجع حسابك من تعطيل المتوفي. وهذا التعطيل انه شنو يعني حسابك يبقى بالفيس بس مكتوب جوا اسمك في قلوبنا او فوق اسمك ونتحلى بالصبر ونجد راحتك في تذكر حسابك ومن الحكي هذا الكليشه من تفتح حسابك يعني تلقى كليشه بالفيسبوك انه ما تقدر تفتحه او فوق حسابك مو لما تريد تفتحه ومن تريد تفتح حسابك يطلع لك انه حسابك في حاله احياء ذكرى خاصة يعني او في اي شيء يطلع لك انه يعني متعطل بثغرة المتوفي او مو شرط متعطل بثغرة المتوفي. يجوز مثلا انت محول التعطيل حسابك متعطل نهائي وحولته الى متوفي وهسه شلون ترجع من المتوفي. يعني هذا الجزء الثاني للشرح اللي نشرته عن مال شلون ترجع حسابك من التعطيل مال لا يمكن التراجع عن هذا القرار والغائه. فالتعطيل وين اللي هو مثل هذا الثواني مثل هذا التعطيل شباب. يعني هسه نفترض هذا حسابك رحت انت بالفيس بحثت عليه يطلع لك جوا في قلوبنا ويطلع لك مثل هاي الكليشه. نتمنى ان يتحلل الاشخاص الذين يحبون هذا بالصبر ويجدون راحتهم يعني هيك يعني هذا متعطل متوفي انه موجود بالفيس بس ما تقدر تفتحه ولا تقدر اي شيء تسوي له. شو تسوي بهاي الحاله؟ تنسخ رابط حسابك. رابط حسابك لازم تنسخه يعني هسه انت اكيد انت تبحث بالفيس تلقاه موجود تروح تنسخ الرابط مال الحساب. هاي اول شيء. قبل لا ابدا بشرح انه لازم حسابك مطابق المعلومات الهويه اسمه الاساسي يكون مطابق للهويه. مثلا اسم الاساس محمد علي عباس لازم هويه عندك باسم محمد علي عباس. المواليد مالته مثلا 1/1/2001 نفترض لازم الهويه المواليد اللي بها هم 1/1/2001. عن طريق الهويه تقدر تحل كل شيء. فهاي يعني بدايه قبل لا ابدا بشرح انه هاي لازم متوفرات عندك. رابط الحساب تقدر تنسخه ما بها اي صعوبه إضافة إلى أنه معلوماته مطابقة للهوية وأفضل أنه معلوماته مطابقة للهوية عندك مو شرط تزوير. أنت إذا ما عندك زور هوية فتمام. هسه نبدأ بالشرح. وين تروح المتصفح جوجل كروم اللي هو هذا المتصفح الطبلة تكتب بالبحث انت مو راح يطلع لك من صفحه جوجل كروم اي واجهه تطلع لك تقدر تدوس هنا السهم او 3 نقاط وتنطي علامه تويب جديده يطلع لك بحث. بالبحث تكتب فيسبوك. من تكتب فيسبوك تطلع لك هاي فيسبوك تسجيل الدخول او الاشتراك مرات تطلع هنا جوا اي مكان. المهم لازم تندلها تدخل عليها فيسبوك تسجيل الدخول او الاشتراك. هنا شو تسوي؟ كلمة السر او البريد رقم الهاتف وكلمة السر تخلي البريد وكلمة السر او الرقم مالتك وكلمة السر مال الحساب اللي متعطل متوفي. فانا راح اخليهن وارجع لكم ثواني. هذا هو الحساب يعني لازم بمتصفح جوجل كروم تنطيها من بعد ما تخليهن تسجيل الدخول. شوف ايش راح يطلع لك من تنطيها تسجيل الدخول. يطلع لك هاي هنا كليشه باللون الاحمر. هذا الحساب في حاله خاصه لاحياء الذكرى. اذا كانت لديك اي استفسارات يرجى زياره مركز المساعده. تضغط على كلمه مركز المساعده.
تفتح لك هاي الكليشة. هنا اي شيء يطلع لك تكمل. اذا كنت تعتقد اننا نقوم باحياء ذكرى حسابك عن طريق الخطأ يرجى اخبارنا بذلك، تضغط على اخبارنا بذلك. تفتح عندك هاي الواجهة. هنا شو تخلي شباب؟ هنا اسمك بالكامل، تخلي اسم الحساب مثلا اسمه محمد علي عباس، تجي هنا تخلي محمد علي عباس نفس بالهوية. عنوان بريدك الالكتروني تخلي البريد مال الحساب مثلا بريد @gmail.com او بريد روسي، او انت بريد يعني الحساب مالتك المتعطل. هسه يجي شخص يقول لي انا ما عندي مثلا حساب اللي متعطل ما بي بريد، تمام تقدر تخلي اي بريد، تسوي بريد جديد جيميل وتخليه هنا، تمام هم عادي ما بها اي مشكلة اذا تخلي هنا بريد جديد. تاريخ ميلادك هاي السنة، هاي الشهر، هاي اليوم، تخلي نفس ما هو بالحساب. لازم انت تعرفهن انه المواليد واسم حسابك لازم تعرفهن. مثلا قلت لك 1/1/2001 تخلي 1 الشهر 1 السنة 2001 نفس ما مطابق الحساب المتعطل. هنا صورة اختيار الملفات، لم يتم اختيار الملفات، لما تضغط عليه يوديك على الاستوديو. هنا لازم تحمل الهوية، بس ركز اللي انت تتابع الشرح انه الهوية مو اي هوية. هي شوف استرجاع الحساب عالمي يعتمد على الهوية بس، مو هوية يعني انه بس هويتك مصورها، لا لازم سيلفي. هسه تقول شنو يعني سيلفي؟ شلون اسويها؟ لازم انت يعني شوية طالع من وجهك وايدك، لازم الهوية اذا انت عندك الهوية لازمها بايدك ومصورها، يعني لازم يكون تصوير واضح وبدقة عالية، يعني مثل ما نقول HD. لازم يعني تصوير واضح وسيلفي مو هوية. إذا أنت مصورها عن بس هيك مجرد هوية بدون لا إيدك ولا صورة يعني الوجهك مبينة وأنت لازم الهوية، بهاي الحالة ما راح يرجع الحساب نهائيا. لازم، لأن اعتماد استرجاع الحساب على هاي قوة هذا التعطيل يعتمد على أنه يرجع عن طريق السيلفي، ما يرجع بهوية عادية. فأنت لازم تلزم الهوية بشكل واضح ودقيق وترفع الهوية. هسه يجي واحد يقول لي مثلا يابا اني حسابي ما عندي عليه هوية بفلان معلومة، مثلا حسابه اسمه فاقد اعزاز نفترض ومواليده 2000 وشهر الثالث يوم الثاني. هسه يقول انا ما عندي سيلفي، تمام تقدر شو تسوي؟ تشوف اي واحد يكون يزور باحتراف سيلفي، تاخذ من جوجل من اي مكان يكون صورة واضحة الشخص كاظ هويته ويكون صورة دقيقة ودقة كلش واضحة، برنامج تمسح المعلومات مال الهوية وتزور هوية على ضوء معلومات حسابك، شو اسمه شنو مواليده، تزور سيلفي. يعني لو تزوير سيلفي اذا معلومات حسابك ما مطابقة، لو انت اذا مطابقة يعني هويتك عندك صورها سيلفي بوضوح. اذا مثلا تحسه مو بوضوح عادي تقدر تصور سيلفي 2 3 4 ايش قد ما يعجبك وتحملهن كلهن هنا، يعني مو شرط سيلفي واحد، تقدر 2 3 تحمل، بس الافضل واحد. انت بكيفك 2 3 4 هم الشركة راح يختارون الانسب لهم. من بعد ما تكمل تنطي كلمة ارسال هاي، ومن تنطي كلمة ارسال تنتظر الى ان يكمل. ثواني خلينا امليهن وارجع لكم. هاي شباب انا مليتها مني ما هيش معلومات، يعني هذا الحساب يعني قديم كلش مو خاص بي، هيك مجرد بس محي بذكره حتى يفيدني للشروحات. فهيك نفترض انت مليت المعلومات تنطي كلمة ارسال، تنتظر الى ان يكمل الرابط. لما يكمل انت شلون تعرف كمل او لا؟ ثواني يطلع لك هيك، من بعد ما يكمل يطلع لك هيك انه مركز المساعدة وهيك شكل يعني وصل الرابط. بعد ما انت كملت شو تسوي؟ ترجع رجوع، ترجع بعد تخلي هنا بالبحث ها مال المتصفح هذا الرابط اللي هو هذا. ثواني اخليه وارجع لكم. هذا الرابط شباب هم راح اخليكم اياه بوصف الفيديو بقناتي التليجرام، وقناة التليجرام شنو التليجرام انه بيها شروحات الاختراق او اكو شروحات يعني زايدة او اشياء يعني ما اقدر انشرها باليوتيوب، فانشرها بالتليجرام. قناتها اللي يحب يستفاد منها ينضم بها، ويعني موجود كل شيء حتى توزيع حسابات او بيع حسابات عداد مني يعني الثقة وهاي. المهم نكمل. تخلي الرابط تضغط بالكيبورد هذا السهم حتى يفتح عندك هذا الرابط. هذا من بعد ما ينفتح لازم شو تسوي؟ لازم متصفح جوجل كروم تروح هنا على هذا السهم او ال3 نقاط اي شيء يطلع لك. مرات هذا السهم يصير من هاي الجهه او يبقى منها حسب تحديثات جوجل كروم. فالمهم السهم او ال3 نقاط تضغط عليها، تنطي هاي الموقع الالكتروني المخصص هاي اللي هنا، تفعل الصح عليها. او مرات يطلع لك عرض باصدار سطح المكتب، حسب يعني عرض باصدار سطح المكتب هي نفس الموقع الالكتروني المخصص. المهم تفعل الصح عليها يفتح هيك الرابط. بعد ما يفتح هيك الرابط شو تسوي؟
تضغط عليه هنا فوق على هذا الرابط، تدوس على هذا القلم اللي هنا حتى تعدل الرابط، لازم تعدل الرابط اللي انت مسوي. ترجع بيه لورا، ترجع هذا حرف الام، شوف مو هاي https://m.facebook، هاي الام فقط، الام مو النقطه، فقط الام تشيلها. يعني بدايه الرابط قلت لك هاي انت تقدر تنسخ الرابط كله وتروح مثلا بالتليجرام تعدله وتجي هنا فقط تلصقه عادي يعني. بس اذا تريد تعدله من التليجرام هيجي فقط حرف الام، ركز انه فقط حرف الام ينشال وتخلي بداله www وتخلي تنفيذ بالكيبورد. تنتظر على الماي يفتح عندك هيك، نقرب، يفتح عندك هيك الرابط، تجي تملي واحد واحد اسمك بالكامل، تخلي نفس الاسم مال حسابك، مثلا شو اسمه اللي انت مصمم له هوية او عندك له هوية، مثلا محمد علي عباس. بريدك الالكتروني تخلي البريد نفسه مال حسابك، يعني اللي مرتبط بحسابك، او ما عندك تخلي البريد الجديد اللي انت سويته. نفترض اذا ما عندك بريد، احنا مو استخدمنا الرابط الاول نفسه، خليت البريد تجي هنا هم تخلي الاسم الكامل على الملف الشخصي للشخص، هاي اللي هنا هم تخلي نفسه الاسم الحساب محمد علي عباس نفترض، يعني اسمه الكامل مش موجود على حسابك تخليه بالكامل. عنوان، رابط عنوان URL، هاي عن رابط حسابك، جاي يقولوا لك انه تخلي رابط حسابك، فانت اكيد تروح لحسابك تقدر انت مو تبحث عليه تلقاه، تنسخ رابط حسابك تخليه هنا. عنوان البريد الالكتروني للحساب هنا تخلي بريد، لازم بريد حسابك، يعني هنا بريد حسابك اذا ما موجود قلت لك انه تخلي اي بريد جديد، بس الافضل انه لو مربوط بريد يكون افضل، بس اذا ما عندك تمام عادي تقدر تخلي البريد الجديد. كيف يمكننا مساعدتك؟ هاي تنطيها لدي طلب خاص، آخر وحدة تنطيها أفهم. قلت لكم شباب أهم شيء تركزون هنا أن حسابك إذا مربوط بريد الأفضل إنه هو تخلي، ماكو تمام تخلي بريد جديد، بس يعني ما أعتقد شغال إنه إلا إذا مربوط بريد شوي أضبط يصير. تنطي هاي قلت لك أفهم. هاي تنطيها تم إحياء ذكرى الحساب أو حذفه بالفعل. ثاني اي شباب نكمل. من بعد ما هاي تحطهن نفس ما انا حاطهن لدي طلب خاص النوب افهم النوب تم احياء ذكرى الحساب او حذفه بالفعل. هنا تنطيها طلب بخصوص، تنطي غير ذلك. هنا يرجى وصف مشكلتك في بضع كلمات. هاي هنا انت وقدرتك بالوصف شلون توصف مشكلتك، مثلا حسابي في حالة احياء ذكرى خاصة فارجو مساعدتي في استرجاعه، او مثلا ارجو استرجاع حسابي من حالة احياء ذكرى خاصة. انت حسب يعني الوصف اللي تخليه الدقيق. انا مثلا بالنسبة لي حسابي في حالة احياء ذكرى خاصة فارجو المساعدة، هيك اكتب يعني. بعدها تجي من بعد ما توصف المشكلة تخلي هنا اختيار الملفات، تخلي السيلفي مال الهوية نفس اللي حكينا برابط الاول، نفسه انت شو مخلي تخليه هنا. ثواني اي شباب نرجع نكمل، يعني اعذروني كل ساعة يجوني فجاي اسد الفيديو حتى ما يطلع صوت بالفيديو. نرجع نكمل. هنا من بعد ما هنا وصلنا لمن ما ادري، يمكن هاي اختيار الملفات مال شلون تختار السيلفي نفسه، ترفع السيلفي نفسه اللي رفعته بالرابط الاول تخليه هنا يعني. ما تاريخ الوفاة هنا مالك شغل، هنا تخلي مواليدك، مواليد الهوية يوم شهر سنة تخليهن هنا، تضغط انت هنا. هاي الايام يا يوم مثلا انت تختار مثلا كيفك يوم 24 سنة، يعني يرجعك بالاشهر اللي ورا او يقدمك اعتقد هاي يرجعك بالاشهر واليا سنة، يعني الى ان توصل السنة المطلوبة او منها تضغط عليها. هاي هنا شباب انه تضغط على ذني وتحدد الشهر والسنة مال مواليد حسابك، واليوم تختاره من هنا من هاي الكريشة مال يوم الحساب يعني مالت المتوفي. معلومات اضافية
هنا شو تخلي نفس اللي خليته هنا بوصف مشكلتك، خليتها هنا بالتحديد تخليها هنا. من بعد ما تكمل تنطيها هاي ارسال اللي هنا. فثواني انا خل املي شلون ما كان وانطي ارسال حتى اشوفكم شنو. اي شباب رجعنا. نفترض هسه مليتين انت بالمعلومات الكامله، تنطي هاي كلمه ارسال، يطلع لك هاي تحقق من الامان. هاي يعني شلون كليشه حتى يتاكدون انك مو روبوت. وين تضغط؟ اذا طلعت لك هاي تضغط انا لست برنامج روبوت. راح يطلع لك مثلا يقول لك حدد الصور اللي بيها سيارات، فتدور وياها الصور ما بيها سيارات. هاي مثل ما نقول تحقق هاي ما بيها سيارات، تحدثهم وتنطي تحقق. انطاك عليها علامة الصح انه كمل. تنطي كلمة ارسال من بعد ما تحقق ان انت مو روبوت. ارسال. هاي مو انا دخلت عنوان رابط يعني هيج من يمي شلون ما كان، مجرد للشرح. بس القصد انتم من تخلي الرابط، تخلي رابط حسابك هنا يعني الرابط الصحيح، وتكمل المعلومات، تنطي بالاخير ارسال، وتطلع لك هاي الكليشه وتنطي ارسال يرسل. وتنتظر انت من تكمل تنتظر 24 ساعه 24 ساعة كاملة إلى أن تنتظر الرد من الشركة على البريد يجيك. إنه مثلا يقول لك مثلا إذا رد إيجابي نتقدم بخالص الشكر لك، يعني نعتذر على هذا الإزعاج ومن هالحكي، واسترجع حسابك ولن تحدث مرة أخرى من هالحكي. يعني مبين رد إيجابي إنه رجع حسابك من التوفي، تقدر تفتحه ورجع طبيعي. أو يجيك مثلا رد سلبي بسبب يجوز تصوير السيلفي مو واضح، لازم تصوير سيلفي واضح. فقلت لك هي اعتماد الاسترجاع على السيلفي، سيلفي واضح ودقيق وقوي يرجع الحساب. أو إذا تزوير يكون، إذا تريد مزور يكون تزوير باحتراف يرجع. فهاي استرجاع الحساب مال من التوفيق. والنصايح انه بنهايه الفيديو لازم اقول لك اياها، انه انت لا ترفع بالطلب اكثر من مره، ترفع مره وتنتظر يوم ونص لازم الى ان يجيك الرد من الشركه اذا كان اجابه او سلبي. اذا ترفع اكثر من مره راح الشركه يحضروك، ايش قد ما ترسل بعد هاي خلاص مثل ما نقول تلبس قضيتك. فلازم مره واحده. اذا صادفك هاي انه تلبس ما يجيك رد، فحاول تجربه بغير متصفح او تحاول تجربه بغير جهاز الى ان تنحل مشكلتك. بس قلت لك انه حتى ما توقع بهالمشاكل ترسل مره وتنتظر. وهكذا شرح مال الفيديو، وطريقة قانونية ويعني مضمونة 100% إن شاء الله. وأكو من رجعوا حساباتهم بهيج طرق هواي عالم. وفي أمان الله.